رئيس. شكرا لك. أنا عندي بتكلم عن 1 و11 و14. النقطة الأولى اللي هي عن استبدال معاش. أي نعم. يعني لأول مرة أنا أشوف استبدال معاش أتي الحكومة وبعد حتى مسكين وهو متقاعد بعد تبي تقصفه. يعني على أي أساس تروح أنت تستبدل؟ والله بعطيك أنا باخذ ربع عليك. يا أخي هذه فلوسه استثمرت أنت طول عمره 30 سنة 35 سنة 40 سنة، ثم تي بعد وتقول بعطيك وبعد باخذ عليك ربع. على أي أساس؟ هذا حقه، هذا حق المواطن، حق اللي تعب وشقى، حق اللي قدم حق البلد. انت وتقول له بعد باخذ فلوسك. احنا لو قلبنا هالمساله وقلبنا وقلنا احنا توفى هذا الشخص وما عنده عيال ولا عنده حدا، ايش بتسوي الحكومه؟ تقول لك بس ترد هذه الى الدوله. شلون تستردينه؟ انت الحين اعطي فلوسه، هاي فلوسه، هاي حلاله حلال عياله، فخلي يستفيد من فلوسه وهو بيرجعهم لك. ليش انا اخذ عليه استثمار وما استثمار؟ هل هو المواطن مسؤول عن استثمار الدوله؟ انا مثل ما قال سعاده النائب جمال ابو حسن، يعني عندك بطرق 60,000 طريق ما رديت الا على استثمارك من المواطن، من كبد المواطن. فهاي ترى ولي يحتاج الى مراجعه. بنطلع حق النقطه رقم 11 واللي هو محطه البترول اللي في قلالي. حقيقة أنا أشكر الحكومة وأشكر رئيس الحكومة أن صارت الموافقة على بناء محطة بترول في قلالي، والشكر موصول حق وزير الطاقة اللي فعلا بيني وبينه مكالمات وبيني وبينه مسجات، والرجل قال لنا مع الأسبوع الثاني والثالث من الشهر الجاي راح تنبني المحطة البترول. هاي بعدين لكم. فذلك هي المحطة إن شاء الله راح تنبني وأشكر هذه. نرجع حق الموضوع الأخير واللي هو النقطة رقم 14. النقطة 14 الاقتراح كان واضح، هو أعطاه 50% للمتقاعدين وليس لكبار السن. الحكومة ردت علينا وقالت لكبار السن. في تخفيف، قصدك تخفيف الرسوم؟ التخفيض 50%. ردت على كبار السن. احنا نقول متقاعدين، يعني متقاعد واحد صاده شلل والله اللي يكون متقاعد، واحد طلع متقاعد مبكر، يعني احنا نقول شيء والحكومه ترد علينا بشيء. كبار السن وثم كبار السن بدال تقولون لهم بنعطيكم 75%، قال لا بس 50%. ولو بتيي شنو قالوا في تجديد البطاقه السكانيه دينار، هاي بتعطيه تخفيض نص دينار عشان يدفع لك. عطى في الاشياء الاساسيه اللي هو اللي طحنه هو وعياله، عطى شيء ملموس وليس بطاقه سكانيه في تجديد الليسن. احنا نتكلم عن موضوع والحكومه موضوع ثاني. شكرا.